واش عمرك تخيلتي أنه في واحد الوقت هنا في المغرب كانت مملكة عندها القرآن ديالها الخاص ومكتوب بالأمازيغية؟ أجي معايا نرجعوا لأكثر من 1300 عام للور، لواحد القصة اللي التاريخ تقريبا محاها. الحكاية كتبدا في قلب واحد الأرض خصبة وغنية سميتها التمسنة، البلاصة اللي اليوم كنلقاو فيها كازا والرباط وسطات. هاد الأرض كانت عامرة بقبائل أمازيغية حرة ما كتحملش اللي يجي أمرها من بعيد. وسط هاد الناس غادي يظهر واحد الراجل اللي ولدو من بعدو غادي يبدل كل شيء، سميتو صالح بن طريف. صالح ما كانش مجرد قائد، كان عنده واحد الذكاء خارق وكلام كيدخل القلب نيشان. شاف صالح ان الاسلام اللي وصل للمغرب جاي بلغه وثقافه ماشي ديالهم، وشاف الناس كيحاولوا يفهموه بصعوبه. وهنا جاتو واحد الفكره اللي غادي تقلب الموازين. في واحد النهار جمع صالح القبائل ديالو وعينيه كيلمعوا بواحد الثقه غريبه. وقف قدامهم وقال لهم كلام صعيب يتصدق. قال لهم باللي هو نبي جديد مرسول من عند الله، والرساله ديالو ماشي للعرب ولكن الامازيغيين. ولكن المفاجاه الكبيره ما كانتش هي هذه. صالح قال لهم باللي جاب معاه وحي جديد، قرآن جديد، ماشي بالعربية ولكن بلغتهم اللي كيفهموها كاملين، اللغة الأمازيغية. قال لهم فيه 80 سورة وكلها كتهضر على حياتهم، على جبالهم وعلى إيمانهم بطريقتهم الخاصة. سمى رسول صالح المؤمنين ووعدهم باللي هو المهدي المنتظر اللي غادي يرجع واحد النهار باش يملأ الأرض عدل. تصور معايا الصدمة ديال الناس، دين جديد بلغتهم ونبي منهم وفيهم. الديانة البرغواطية ما كانتش نسخة من الإسلام، كانت خليط خاص. الصلاة عندهم ماشي 5 مرات ولكن 10 المرات. الصيام ماشي في رمضان ولكن في شهر رجب. وحرموا على راسهم ياكلوا البيضة والراس ديال أي ذبيحة. وعندهم قوانين صارمة بزاف، اللي سرق كيتقتل. هذه المملكة الغريبة عاشت منعزلة على العالم لأكثر من 300 عام، 3 القرون وهي عندها الدين ديالها والكتاب ديالها والملوك ديالها. كانت بحال شي سر كبير مخبي وسط المغرب. حكموها ملوك من عائلة صالح بن طريف، منهم اللي كان مسالم ومنهم اللي كان عنيف وفرض دين جديد بالدم والحديد. ولكن حتى شي سر ما كيدوم الأبد. من قلب الصحراء كانت كتوجد واحد قوة جديدة هذه تغير وجه المغرب كامل، المرابطون. المرابطون كانوا كيشوفوا مملكة برغواطة وديانتها كأكبر خطر، وباللي هما كفار خاصهم يرجعوا الإسلام أو لا يموتوا. وهنا بدات النهاية، بدات حرب من أعنف الحروب في التاريخ ديال المغرب. البرغواطيين دافعوا على مملكتهم وديانتهم بشراسة، لدرجة أنهم قدروا يقتلوا القائد الروحي الكبير ديال المرابطين عبد الله بن ياسين. ولكن جيش المرابطين كان بحال شي موجة كبيرة ما كيردها والو. هجموا عليهم ودمروا كل شيء، محاوا المدن ديالهم وحرقوا الكتب ديالهم وقتلوا كل من رفض يرجع لدين الإسلام. وهكذا بعد 300 عام تمحى آثار مملكة برغواطة من الوجود، وما بقى منها اليوم غير حكايات قليلة وسط الكتوبة القديمة. هذه كانت قصة برغواطة، المملكة اللي حاولت تصنع دين خاص بالمغاربة. واش في خبالكم هذه القصة من قبل؟ وشنو رأيكم في الفكرة ديال صالح بن طريف؟ اكتبوا لي في التعليقات لتحت باش نقرأ آراءكم كاملة. واللي عجبتكم بحال هاد القصص المنسية من تاريخنا ما تنساوش ديروا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش منين نلوح شي حكاية جديدة تكونوا نتوما الأولين اللي كتوصلوا بها. نشوفكم في الفيديو الجاي.